السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة فيديو في الصيدلية هنتكلم عن قياس الانبادي أو قياس يعني تناسب وقياس العضلات وقياس البروتين والدهون وكل حاجة والمية والأملاح والأكسجين والضغط. قياس تفصيلي لكل مكونات الجسم. طبعا نصايح عشان نوصل للقياس السليم او نوصل لنتائج دقيقة من استخدام الانبادي. طبعا هو جهاز بيجيب لك نتائج دقيقة، مش دقيقة بنسبة 100%، ولكن دقيقة بنسبة كبيرة جدا لو انت اتبعت التعليمات الصح. عشان تقيس ممكن تتعدى النسبة 90 وال95% لو انت بتقيس بالتعليمات المظبوطة وبتعمل يعني متبع التعليمات اللي انت تقيس بيها عشان تطلع او وزن كويس، تطلع يعني قياسات مظبوطة. طبعا ينصح عشان تطلع قياسات مظبوطة ينصح بشوية حاجات كده. طبعا لازم في الأول نكون عاملينهم، يعني في البداية ما نبقاش واكلين قبلها بساعتين أو ثلاثة. ما نبقاش مثلا لاعبين تمارين رياضية عالية بحوالي مثلا 12 ساعة. يعني ما نبقاش مثلا مخلصين تمرين جامد ونخش على الجهاز. طبعا ما نبقاش مثلا واكلين أكلة جامدة وشاربين مية كتير قبلها بفترة ونيجي نتوزن، لأن ده بيأثر على الوزن وهيأثر على نسبة المية في الجسم. طبعا لازم تكون واكل قبلها بفترة، يعني تعدي الساعتين أو التلاتة. ما تبقاش لاعب تمارين رياضية قبلها بحوالي 12 ساعة. طبعا السيدات في فترة الدورة الشهرية ما ينصحش برضو اللي هم يقيسوا، لان طبعا بيبقى نسبة السوائل عالية جدا في الفترة دي في الجسم، بتبقى متخزنة جوه الجسم فبتطلع قياسات مش مظبوطة. آه، طبعا يفضل ان انت ما يبقاش معاك معادن. طبعا برضو يتفضل التبول قبل الفحص مثلا بنص ساعة، ما يبقاش فيه احتباس مية او بول في الجسم. يعني تخش الحمام كده قبلها مثلا بنص ساعة برضو عشان تبقى القياسات كلها مظبوطة. آه، طبعا يفضل ما يبقاش معاك، او مش يفضل ده لازم ما يبقاش فيه اي معادن في جسمك. لا معاك مفاتيح، لا معاك ساعة، لا لابس سلسلة، لا خاتم، ساعة، اي حاجة فيها معدن. حتى الحزام يفضل اللي انت تقلعه. اي حاجة فيها معدن لان الجهاز هيحسبها اكنها حاجة من مكونات الجسم. طبعا تكون حافي القدمين، تقلع الكوتش او الشوز والشراب. تقف على المكان ده مكان كعب القدم، وده بقية القدم او وش القدم بيبقى هنا كده كده مثلا، والكعب يبقى هنا. برضو نفس الكلام في القدم التانية. آه، طبعا خلاص قلعنا الشوز قلعنا الشراب، بنطلع على الجهاز، بنقف. طبعا بيبقى فيه عملة معانا او مع الصيدلي او المساعد اللي في الصيدلية بيحطها في الجهاز، بس قبل ما يعملها بنضغط مستخدم جديد. طبعا الرجاء إدخال العملة. كل الحاجات دي طبعا بنحط العملة. رجاء تحديد القياس المطلوب. كده هنا هنحدد القياس. انت عاوز قياس ايه؟ قياس طول ووزن ومعدل سمنة ووزن مثالي بس، ولا قياس قياسات طبية عايز تقيس الضغط والنبض ودرجة حرارة الجسم والأكسجين بس؟ القياس التالت، الخيار التالت معانا. الرجاء تحديد الجن. الخيار التالت معانا ثواني. الخيار التالت بقى قياس الوزن والطول وكده، بدون الضغط وبدون الأكسجين، بدون الضغط بدون الأكسجين وبدون درجة الحرارة. القياس الأخير هو القياس الطبي الشامل اللي انت بتقيس فيه كل حاجة. هنختار الرجاء تحديد القياس الجنس والعمر. الشامل اللي هو بكل حاجة. هتختار الجنس سواء أنثى سواء ذكر. خلاص اخترنا. هتضغط السن، هتضغط مثلا وليكن 35، تقول تأكيد. البدء بقياس الطول والوزن. طبعا عاوز يرجى الطول الوقوف بثبات والوزن. والنظر يرجى للأمام الوقوف دون بشكل حركة، مستقيم. وانظر للأمام مباشرة. يعني ما تتحركش، ما يبقاش في حركة، ما تقعدش تتهز كده ولا كده. تقف
بشكل سليم تم الانتهاء من وتبص قياس الطول قدامك. والوزن. لا ترفع راسك لفوق، البدء بقياس مكونات لا الجسم ترفع راسك لفوق ولا برجاء تبص إمساك لتحت لأن مقبض هيأثر الدهون في الطول. بكلتا يديك. هنا بنمسك المقبض ده كده، والمقبض التاني كده. هنحاول نعملها بس عشان نوصل. طبعا عشان انا ما مسكتش المقبض ده، ولازم برضه تبقى ما فيش حركة عشان ما تأثرش على الجهاز. طبعا المقبض ده بيوصل الكهرباء بس انت ما بتحسش بيها طبعا، يعني شحنة كهربائية كده انت ما بتحسش بيها، بتخش جسمك، بتوصل ايديك برجليك، بتوصل كله في بعضه، فبيخش التيار الكهربي في الجسم فبيشوف. طبعا الكهرباء ليها سرعة، وهي بتمشي في المية سرعتها كده، وهي بتمشي في الدهون سرعتها كده، وهي بتمشي في في العظم ليها سرعة معينة، فبتحسب المقاومة بتاعتها في كل حاجة. بيبدأ يفصل جسمك طبعا بعد ما كده يجيب لك القياس. طبعا بيقول لك نتيجة القياس نسبة الدهون في الجسم كام في المية، وزن الدهون قد كده، بروتين قد كده، ملح غير عضوي، سمنة. طبعا بعد كده بعد ما بنخلص المرحلة دي بيبدأ نقيس ضغط الدم بتاعك. بعد ما بنقيس ضغط الدم بيطلب الأكسجين، تحط صبعك هنا ونقيس الأكسجين بتاعك النبض بتاعك. بعد كده بنقيس درجة الحرارة بمسدس درجة الحرارة، وبيجيب لك درجة الحرارة برضو على الشاشة هنا، وبيجيب لك درجة الحرارة في الكشف. بعد كده بتكون اكتست كل حاجة، بيبدأ يجيب لك النتيجة. طبعا انا جايب النتيجة بتاعتي، وطبعا بيطبع لك برضو ورقة من هنا فيها ملخص كده للحاجات اللي هي فيك، بس بشكل تلخيص. وبيجيب لك بقى التقرير الشامل هنا على الشاشة، بتطبع في ورقة وتاخده ورقة كبيرة، او بتتبعت لك على الموبايل بالبلوتوث، او بيتبعت على الواتس، او بتصوره بالموبايل. المهم اللي انت بتاخد نسخة من الفحص بتاعك، وبتبدأ تتابع. يفضل طبعا كل اسبوعين اللي انت تتابع تاني لو انت ماشي على نظام دايت او رجيم، او عاوز تزود وزنك، او عاوز تقلل وزنك، او تفضل متابع. طبعا ده قياس كويس جدا. اهم حاجة نتبع النصايح اللي احنا قلناها علشان القياس يطلع مظبوط. الحركة بتقلل، لو انت بصيت لفوق شوية بتطلع، او تحت شوية هتطلع معاك قراءة مختلفة. هتلاقي ان الطول هو بيعمل معادلة حسابية ما بين الوزن والطول، بيطلع لك بقية الحاجات وايه المطلوب منك. وطبعا بيقول لك على نظام غذائي تمشي عليه، او محتاج تزيد كيلو 2 كيلو 3 كيلو، الوزن المثالي بتاعك كذا، من كذا لكذا، المية نسبتها كذا. بيجيب لك فحص شامل. طبعا هنتكلم فيه في حلقة تانية. كده اتعرفنا على الانبادي. طبعا هو انواع كتير، في سمارت لاب، في انبادي، في انواع تانية كتير. المهم اللي هم كلهم حتى لو اختلفت درجة الدقة من جهاز لجهاز، طبعا هم كلهم أجهزة غالية وبمبالغ كبيرة، يعني أقل جهاز فيهم معدل 250 ألف 300 ألف جنيه. فطبعا مفيش جهاز فيهم هيبقى ضعيف، ولكن بتختلف الدقة من جهاز لجهاز. ينصح اللي انت لو بتقيس على جهاز سمارت لاب، يعني لو بتقيس على الجهاز ده، قيس تاني مرة على الجهاز ده، هتبقى نتائجك صح بنسبة 100%، لأن انت قست على الجهاز ده قبل كده. عكس اما تروح على جهاز تاني سواء أعلى من ده أو أقل منه، فهيطلع لك نتائج مختلفة، ولكن مختلفة بنسبة بسيطة جدا. يعني بنسبة مثلا لو نطلع لك حاجة بنسبة 9.8، التاني ممكن يطلعها لك بنسبة 9.7، أو 9، يعني بيبقى فرق 1/10 أو 2/10، مش الفرق الكبير اللي في دماغك. إن شاء الله في حلقة تانية هنتكلم عن عن نتيجة الفحص، وازاي نحللها بين كل حاجة وحاجة. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اتمنى تكونوا انبسطتوا من الفيديو. نتمنى منكم اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.